مقتضى الحوز، أنتم الصوت ونحن الصدى. اخر ناقش ديال مجموع جماعات خاصه بالنقل المدرسي على مستوى الدوائر، ولكن ما عندناش في النقاش رؤيه على ذوك الاقتراحات. علاش هذوك الاقتراحات ما صالحينش؟ خصنا غير واحد التقييم ولا واحد العرض باش نعرفوا بان المقترحات الاخرين صعاب لينا الانجاز ديالهم ولا فيهم صعوبه باش مشينا للجمعيات. وهذا العمل ديال كنا التحملات هو انا تيبان لي احترافيا مزيان، ولكن الواقع ان الا صدقنا حنا كاع على مجلس على وثيقه فيها هذه المعايير كلها، الواقع في الاقليم ديال المجتمع المدني اللي كنطلبوا منه شي حوايج باش نشوف هنا مثلا الهدف في القانون الاساسي خصو يكون نقل مدرسي، ولكن حنا كنهضروا ايضا على الهدر المدرسي. الا غنمشيو للجمعيه خصو يكون عندها في الهدف النقل المدرسي والهدر المدرسي. شي الا خدات الدعم ديال النقل المدرسي من المجلس الاقليمي صاحب الاختصاص تاخذ دعم اخر للهدر المدرسي وتكلف لينا تساهم في المنظومه ديال التعليم. ولكن حنا هذا المجتمع المدني راه خدامين على فضاءات جمعويه في الاقليم وفي الدوائر. علاش ما نديروش نقاش مع هذه الفضاءات باش تاثر لنا الجمعيات ونكونوا على النتيجه الجمعوي اللي غادي يقدر يشارك في هذا النقل المدرسي؟ دابا راه بحال غادي نديروا واحد الخدمه، ولكن في الواقع غنصطادموا بان الجمعيات ما كايناش، خاصها تكون جديده، وملي تكون جديده كتطلب منها انت شهاده من عند السلطه ولا رئيس الجماعه يعطيها شهاده ديال شهاده من السلطه. اولا الاختيار، علاش عاود رجعنا للمجتمع المدني؟ حنا الاختيارات اللي دار كاع المجلس الاعلى راه باقي، وحتى في التقرير او البرنامج ديال الاقليم راه جا بنفس الاقتراحات. باقي شركه التنميه، باقي مجموع الجماعات، باقي المجتمع المدني. يعني الاقتراحات راه كاينه، ولكن حنا امام واحد الامر استعجالي. علاش سبقنا هادشي ديال المجتمع المدني هو الاول؟ وعلاش ما درناش شركه التنميه؟ شركه التنميه حنا باقي قرار خدا المجلس وباقيين فيه، ولكن خصنا ناخذوا هاد القرار ديال شركه التنميه. راه عرفتوا اش خاصو؟ اولا خصو قرار مركزي، ثانيا خصو راس مال. راه خصك واحد 6 المليار بعدا تحطها باش دير هاد الشركه. اذا هاد الامكانيات الماديه واش كاينه؟ وكذلك خص يدار فيه قرار على الصعيد المركزي. امتى تصدر هذا القرار؟ خصك مده. اذا هذا ما يمكنش يحلنا حنا المشكل واقعين فيه الان. المجلس الاقليمي عنده ديفيسيت ضروب. ها هو وقع هذا العام الحمد لله خرج بنجاح في هذه 6 شهور هذه. حاليا عندنا مشكل في النقل المدرسي، لهذا خصنا نقلبوا على حل استعجالي، لاننا اللي خصكم تعرفوا الساده الاعضاء ان حنا على ابواب الموسم الدراسي. حنا قرب سالينا الموسم الدراسي، ولكن حنا على قد شهر 7 8 9 حنا لهذا خاص هذا الحل يكون استعجالي. يا الجمعيات هي اللي كاين، المهم يكون واحد الحل باش ما نوقعوش في المشكل اللي وقعنا فيه في هذه الفتره الماضيه وفي هذه المشاكل الكثيره اللي عانوا منها السائقين ديال النقل المدرسي. لا حنا كممثلين ديال الساكنه، لهذا كنتمناو انه يكون حل استعجالي. وكما تعرفوا راه كاينين الجمعيات اللي هما نجحوا في هذا النقل المدرسي، ماشي كاع الجمعيات ما نجحوش. كمثال غنعطيكم واحد المثال اللي عندنا حنا في ايتوري، عندنا جمعيات اللي هما نجحوا هذا النقل المدرسي. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي خصنا نردوا لها البال، اننا في العقد ديال الشراكه يقدر ما نفوتوش عام ديال بيننا وبين هذيك الجمعيه. الا هي سيرته، الا هي مشات للجمعيه في التسيير ديالها وكان داك الشيء عندها ممتاز نمشيو معاها، ما كانش راه تحل هذيك الشراكه. اللي مهم وخصنا نفكروا فيه وكنقولها ونعاودها هو ان الموسم الدراسي ها هو جاي، خصنا نلقاو الحل في هذه العطله الصيفيه. ما نديروش بحال هذا المشكل اللي درنا وبدينا الحل في وسط الموسم الدراسي. كانوا مشاكل، كانوا تعثرات، كانوا تلامذ، شحال ديال التلامذ ما كيمشيش لهم النقل المدرسي، شحال ديال المهم راكم كتعرفوا كاملين المشكل اللي كاين في هذا النقل المدرسي. ماشي ساهل باش نفكروا غير كيفاش غادي نخرجوا منه. انه الا عثرنا على الجمعيات راه ما غاديش يبقاو يتخلصوا 50 درهم، غيوليو كيتخلصوا 200 درهم،
وما غاديش تكفيهم. وهذا النقل المدرسي راه هاد التلاميذ هادو راه ماشي ساهل نجيو نوضعوهم في يد واحد الجمعيه اللي ما عرفناش، وكل جماعه فيها 20 جمعيه 30 جمعيه 40 جمعيه، كل وحده كلهم بغاو يسيروا النقل المدرسي. راه هنا غادي نتصادموا بواحد المشكل اللي هو اكثر من هادشي اللي حنا فيه. كان مشكل ديال الجامعات باش كذا وغادي نوليو مع الجمعيات، ولكن راه ما راعيناش لهذوك التلامذ اللي هما غادي يوليو يديو واحد الثمن اللي هو اكثر من الاستطاعه ديالهم. خصنا نفكروا في هذه المسائل، وخاص تكون واحد الدراسه، واحد يوم دراسي لهذا المشروع هذا، ونلقاو ليه حلول اللي هي جذريه. ماشي حنا دابا في 6 شهور ولينا كنهزو من هنا ونحطو من هنا ومازال باش دينا الطابلاصه. راه هذا المشروع راه ماشي ساهل، راه خاصها تكون فيه دراسه ديال الناس اللي هما اهل الاختصاص، ويكون فيه دراسه تكون عميقه. انه راه الا ما كانش الدراسه تكون معقوله راه ما غاديش نخرجوا. راه النقل المدرسي راه ماشي ساهل، راه صعيب، وما نفكروش غير باش نحيدوا هاد الجمره. نعطيوه باش نراقبوه ونتبعوه في اطار اننا نلقاو الشركه ديال التنميه ومجموعه الجامعات كما جا في التدخل ديال السيد الكاتب العام اللي هما حلول اللي غادي تكون نهائيه. حنا دابا كما قالت الاخ خديجه الاستجابيه باش من هنا الموسم الدراسي الجاي نقلوا من المشاكل. هذا هو اللي كاين. ناخذ القرار النهائي ديال المسار ديال تدبير هذه الخدمه النقل المدرسي. الا كنا عارفين بان مجموع الجامعات لان الشركه التنميه غتكون على مستوى الاقليم صعيبه الى اخره، وغنشتغلوا على مجموع الجامعات في النقل المدرسي، فكيخصنا نديروا يوم دراسي وناخذوا فيه القرار ونلونسيو هذا المسار يشتغل، نديروا الدورات ديال الجامعات وتمشي وتاخذ الوقت اللي خصها تاخذ. ولكن الا غنشتغلوا على دفتر التحملات كاين شي حوايج اللي خصهم ضروري يتعدلوا. بحال التعاونيات، راه التعاونيات عندهم صبغه الشركات، ما خصهمش يكونوا في المنظومه ديال التسيير، لان خص يكون مجتمع مدني شي تعاونيات، وهذا امر شرنا ليه في اللجنه ولكن كانت ربما الاقفال ديالو. تنظن الاضافه للقانون التنظيمي الى جانب النقل المدرسي خاص يتضاف الهدر المدرسي باش تكون واحد الصبغه قانونيه عند الجامعه انها تساهم حتى هي في الجمعيه. وخصنا نحددوا باش نكونوا واقعيين. هذه السياره حنا عارفين كجامعات ولا التجربه اللي درنا في المجلس الاقليمي شحال كل سياره كالتكلفه ديالها، باش منها نحددوا شحال المجلس الاقليمي. كنقولوا 20000 درهم، حنا عارفين بان السياره كتقام 60000 درهم في العام، اذا ديك 40000 درهم خصنا الجامعه شحال غتساهم ومنين غتجيب لي هذا الاستخلاص شحال، ومنين غتجيب الفرق باش نديروا ان مونتاج. وكيخصنا نقحموا هذه الفضاءات الجمعويه على مستوى الدوائر او على مستوى الاقليم باش تاثر لنا الجمعيات، باش نكونوهم واحد العمليه استباقيه باش ملي نلونسيو العمليه نلقاو مع من نشتغل. كتوصيه هي تساؤل، ولكن كتوصيه غير بالنسبه لذوك السائقين اللي هما دوزو معنا هاد السنه، مرات كيتخلصوا مرات كما كيتخلصوا عامه فعلا، لان البرنامج في الاول اللي كيكون صعيب. اما الا خدا لقيت السكه كيكون واش هذوك السائقين المجلس الاقليمي غادي يضمنهم من بعد يجيو الجمعيات، لان اغلبهم ربما الجمعيه فاش كتجي غادي تحيد السائق غادي دير سائق اخر. الله يخليكم هذوك السائقين لان هما الاولين اللي عانوا وهما خداو هذا المسار، وباقي الاغلب باقي غير الخلاص ديالهم. المجلس الاقليمي باقي مشكل ناخذهم بعين الاعتبار وتوصى عليهم، ولو كانت الجمعيه يبقى السائق. الاشكال ديال الصيانه ديال هذه السيارات ديال النقل المدرسي بالنسبه لهذه الجمعيه اللي غنعطيو ليها تسير لنا هذا الاسطول. اصلا هاد الشهرين من خلال التجربه الجمعيه في هاد الشهرين كتحط هاد الاسطول ديال النقل المدرسي باش يتصور، باش يكون موجود بالنسبه لشهر 9. الا تنهضروا على الدعم ديال 25000 درهم للسياره، حنا عارفين المساطير بان الميزانيه كيفاش خصنا نشوفوا كيفاش غتمنح هذه المنحه باش تصايب بها السيارات ديال النقل المدرسي. واش ممكن نقولوا للتلاميذ يخلصوا قبل ما يكونش الدخول المدرسي؟
راه صعيبه شي شويه. يعني خصنا نفكروا في الاصلاح ديال ولا الصيانه ديال الاسطول ديال النقل المدرسي. وحنا راه في الطرح ديال الجمعيه نظرا لمجموعه من الاشياء قربها من التلاميذ، يعني كيطرحوا الاخوان. ولكن خصنا نخرجوا اليوم بان الجمعيات يكونوا موجودين قبل شهر 9. الا قلنا راه شهر 7 شهر 8 ما غيكون والو، يعني حتى نبقاو حتى شهر 9 غادا نديروا الانتقاء ديال الجمعيات. وحنا راه عارفين شهر 9 راه البدايه ديال الموسم الدراسي. واش هاد شهر 9 وشهر 10 غنقولوا للتلاميذ لا راه مازال ما درناش الانتقاء ديال الجمعيات اللي غيسيروا هذا الاسطول؟ هذا راه فيه شويه من اللعبات. الله يجزيكم بخير، نكونوا جديين، حيت هذا ما بغيناش يكون فيه لا احتقان اجتماعي. هذا حنا كجماعات كرؤساء الجماعات أغلبية المجالس الإقليمية ومجالس العمالات يلجؤون للتعاقد مع الجمعيات. لماذا؟ لأن التعاقد مع الجمعية أقرب إلى المواطن وإلى التلميذ. الجمعية تضم آباء وأولياء من التلاميذ المستفيدين. أنا معكم نمشيو في شركة التنمية، نمشيو في مجموعة الجامعات، ولكن واش فكرنا ذاك التلميذ؟ واش فكرنا المصلحة ديال ذاك التلميذ؟ واش فكرنا أنه إلا بغينا ناخذ شي قرار غادي نمشيو حتى لتحت النوت، وأنه ذاك التلميذ كاين في الأخبار، وأنه السائق واقع عليه مشكل، وأنه إلا خسرت الحافلة في الأخبار ولا في الأمزميز ولا في أي تورير خصو يجي حتى لتحت النوت. ما فكرناش في هذا الشيء. هذا الشيء منين جا من هذه التجربة ديال 6 شهور. لأنه فين كان الإشكال؟ الإشكال ما كانش في الواقع، الإشكال كان في القانون. لأنه منذ نشأة الجامعات إلى غاية 2022 شكون كان كيسير؟ ماشي مجلس الإقليم، باش ما نخبيوش، راه غادي نهضروا بصراحة. والآن هاد 6 شهور هذه وهاد التجربة هذه أنه 180 حافلة و200 حافلة شكون كان يسيرها؟ 10 ديال الموظفين. أسطول قبل من ديال شركة النقل اللي هو اختصاص ديالها فقط النقل. حنا هنا اش كنديرو؟ حنا مجلس إقليمي كنديرو النقل، كنديرو المسائل الطرقية، كنديرو المشاريع. ما كناش تحملات، يعني باش كناش تحملات بان كيقول الحل هو الجمعيات. ونرجع للماضي، يعني السنه الماضيه كنا قلنا بانه شركات التنميه المحليه عاود جينا قلنا الجماعات خصو يساهموا. دونك هنا خصنا خص شي حاجه شي حل، وهذا الحل خص يكون ناخذوا شي طرف اللي هو يكون محايد، ما يكون رئيس الجماعه ولا رئيس الجمعيه. شكون الحل اللي يكون يعني البروسيس يكون ايكونوميك، يعني من الناحيه الماديه ومن الناحيه الماليه، نظرا للاكراه ديالو والتاثير ديالو على التعلم والمسائل التربويه. مزيان خدينا هذا الحل، كناش تحملات مزيان. انا الملاحظه اللي يعني الا كان هذا هو الحل، فاش تحيد يعني نحيد التعاونيات. ربما كاين في الاستدعاء كاين فيه التعاونيات، وفي كناش تحمل كاين الجمعيات ربما. المساله الاخرى اللي المساهمه الماليه لم تشار لها الناس، فكناش تحمل خصو يكون طبق القرار الجبائي. لان كما قال السي دار واحد غير قال 550 درهم، واحد 100 درهم، واحد 200 درهم، فلا بد من واحد الانبارين فيكس اللي غيكون بالنسبه للجميع في جميع الجامعات. كاين مساله اخرى ديال مده التسيير. فمده التسيير كاين 5 سنوات، يمكن تفسخ 5 شهرين قبل. يعني تخليك جمعيه 12 3 تقول لك نفسخ، ولا 3 شهور تفسخ، ولا سنرتبطوا بالسنه الدراسيه. يعني الا بديتي السنه الدراسيه ما يمكنش تفسخ في وسط السنه. انا يعني مثلا الموالاه في اكتوبر وصفت بان غيفسخ العقد ديالك، فهنا كيف كانت النفسيه ديالهم. الا ما كانتش النفسيه ديال الشيفون ما قال كيفاش واحد الانسان غادي يعطي وليدو يركب معاه. كانوا تصرفات غير لائقه مع التلاميذ. كان الشيفون كيمشي بواحد السرعه ديالنا، وكانت سمعت بها واتصلوا بيا الناس بسرعه فائقه. ملي وقفوه الناس قال لهم انا كاع ما مخلص. علاش انا بغيت نسوق بغيتي تهضري معايا؟ انا اصلا ما مخلصش. يعني هذا الشيفور هذا هو اللي خصنا نعطيوه الاولويه، نخلصوه نلموا ليه الظروف الملائمه باش يهز لنا دوك الوليدات، حيت راه هز وليداتنا حنا كاملين، وخصنا نديروا لهم الظروف حتى هما الملائمه. يكون على الاقل هذاك الشيفور بحال والديهم كيضل معاهم النهار كامل كيديهم وكيجيبهم. هذا هو التدخل. باش ناخذوا بها التجربه ديالهم. بعدا خصنا نعرفوا غير الجامعات اللي فيها التجميعات كيسيروا هذا النقل المدرسي، راه شي 4 ولا 3 في الاقليم.
اذا كي قال لنا حسنا هذه الجمعيات وشرطنا عليها الشروط اللي كتقول السيد الرئيس قالنا تكون عندهم واحد المده ديال 5 سنوات، والسلطه المحليه او الجامعه تعطي واحد الشهاده بانه كيمارس هذا النقل المدرسي، فما حتى الجمعيه ما غنلقاوهاش. فلهذا اللهم نحيدوا هاد الشروط هذو، خصنا نعاود ناخذوا فيهم نناقشوا نحسموا فيهم باش يمكن كلشي يشارك، باش يمكن حتى نلقاو الجمعيات اللي غادي يشاركوا. هذا مزيان. والمنحه ديال المجلس الاقليمي اللي كنحدوها في 20,000 درهم، لا يعقل السيد الرئيس نقولوا كاينه النقل المدرسي اللي كيمشي 30 كيلومتر مثلا يوصل من الدواوير المدرسه 30 كيلومتر، واحد كيوصل 9، واحد كيوصل 11، واحد 15. ما يمكنناش باش نسوي لهم واحد المنحه تكون مساويه، لان واحد يخسر في المازوت مثلا 30 كيلومتر ماشي هي 10 كيلومتر، ماشي هي 6 كيلومتر، ماشي هي 15 كيلومتر. هذه من جهه. من جهه الثانيه وهو السمه اللي غتعطى للمستفيدين. يقدر الى خلينا هذا الباب، كاينه الجمعيه اللي غادي دير 200 درهم، كاينه اللي غادي دير 150. اذا غادي يكون واحد الاشكال في هذا. اذا خصنا كلشي هادشي نراعيوه في هذه الاتفاقيه ونحددوه في هذه الاتفاقيه. أكثر من المجلس الإقليمي، هذا هو الجديد، لأنه فعلا كانت التجربة ديال الجامعات كانت ناجحة نسبيا، ولكن مع الأسف عندنا مشكل ديال الاختصاص. ولهذا باش ما نوقعوا ثاني في المشكل ديال الاختصاص، المطلوب من الجمعيات اللي هي غادي تقدم الطلبات ديالها دير في الجمعة ديالها الاستثنائية والعامة تضيف واحد البند في القانون الاساسي ديالو، وهو تسيير النقل المدرسي. هذا ضروري تزيدو في الاهداف ديالو باش نضمنوا السيروره القانونيه بين المجلس الاقليمي والجمعيه. عندي واحد الاقتراح اخر بالنسبه للتصهير. التصهيره ضروري تكون موحده، سواء بالنسبه للمستفيدين وكذلك السواق. المستفيدين انا غادي يبان ليا في نظري حسن تبقى 50 درهم بالنسبه للمستفيدين باش نضمنوا هذيك الاستفاده تكون يستافد الدراري كلهم. لانه الا درنا واحد السومه ديال 100 درهم ولا اكثر ولا سميتو، ربما غادي نوقعوا في المشكل، لانه خاصه الاباء والامهات موالفين هاد 50 درهم، وكذلك التلاميذ. عندنا كذلك السواق السائقين ديال هذه الاسطول، ويعني كاداره كتفكر اداره مركزيه وتنسيق مع السلطات الاقليميه في مجموعه ديال العمل ديال الاقاليم باش تكون مجموعه الجامعات على مستوى الدوائر. علاش؟ لان هذه المخرجات ديال النموذج التنموي الجديد اللي كيقول بان الدائره هي اول لبنه ديال التنميه، والدائره هي واحد الحلقه ديال القرى. دونك كنحاولوا باش هذه المجموعات، حنا محظوظين الاقليم ديالنا عندنا 4 ديال مجموعات الجامعات خدامين ناشطين عندهم انفاق كما قالوا الاخوان عندهم اداره، يعني ما غاديش نبداو من الاول. يعني احنا حاليا اول امس بالضبط يوم السبت كنت في الرباط، كنت مع الاخوان في هذه ماشي جمعه ولكن تعرفت الاخوان مشكورين لسنا حتى السبت، وعلى اساس باش نجلسوا عاوتاني الاسبوع المقبل مع الاسبوع هذا لان الالتزامات المهنيه عندنا هنايا شويه باش نشوفوا حنا دابا خدامين في مشروع ديال الاتفاقيه اللي غادي تزاد او اللي غادي تنقح الاتفاقيه اللي كتدير مجموعه الجامعات اللي عندنا 4 مجموعات الجامعات. الطرح ديال الاختصاص ما نطرحش، لان واش مرفق واحد مشينا حتى الاخوان كيمشيو في الطرح بانه مرفق مشترك، ماشي بالضروره يكون واحد ولكن كيهم الجميع. دونك هي النقل المدرسي راه ما كيهمش غير الجامعه، دونك هو المشترك. كان المشكل كيتفك تما، هو رئيس الجامعه لانه هادو كيفاش كيتسماو، هادو كيتسموا خدمات ديال الاخرى، بحال السياره ديال الاسعاف، بحال السياره ديال النفايات المنزليه غير دايره، راه هادو راه خدمات ديال الاخرى. اذا خص شي واحد اللي تما قريب، حنا مزيان هنايا ناخذوا القرار، ولكن شكون اللي غادي يراقب ليك تما الناس؟ اذا الله يجازيكم بخير. انا معكم في المساله ديال
انه يزداد الدعم ديالو ديال 25000 درهم وما مشوش بعيد. راه غير الاقاليم اللي حدانا اللي في الجهه، لا الاقليم ديال السواد، الاقليم ديال الشاو، هما حدانا، حنا ما مشوش بعيد، غير حدانا لمن عاطين جمعيات. منين اكتسبنا هذا الشيء، منين استمدينا منه، ما خاب من استشار. الناس اللي حدانا عرفوكم كيفاش كتسيروا، كل واحد عطانا نموذج ديالو. اذا حنا راه كنتكلموا من التجارب اللي هما حدانا وناجحين وخدامين. نقدر نقول لكم انه الاقليم الوحيد من اول في المغرب اللي شد هذا النقل المدرسي وسط الموسم الدراسي بهذا العدد هذا. أنتم الصوت ونحن الصدى.